بسم الله. سمعت قبل كده عن كلمة اي تي؟ ناس بتشتغل في مجال الاي تي، واحد صاحبك بيفكر يدخل مجال الاي تي بس انت مش عارف ايه المجال ده، بيشتغلوا ايه يعني؟ ازيك؟ تعال اقول لك الخلاصة ببساطة ونتعلمها من الصفر. زمان من حوالي 70 80 سنة كده كان المحاسب مثلا في اي شركة كان بيسجل البيانات بتاعة الشركة، سواء بقى كانت مواد خام او مرتبات الموظفين او اي حاجة من الحاجات دي، في دفتر كبير كده، ويقعد يكتب الحاجات دي كلها. ولو عنده غلطة في اي خانة من الحاجات اللي فيها المعلومات دي كلها كان بيعمل ايه؟ كان بيقطع الورقة كلها ويرجع يعيد تاني كتابة كل المعلومات دي تاني في ورقة جديدة، لحد ما نشأ الكمبيوتر. الكمبيوتر عمل ايه؟ عمل ثورة في الداتا وفي المعلومات، فبقى بيسهل عملية إضافة المعلومات أو البيانات دي في الكمبيوتر وسهولة تعديلها كمان. فدلوقتي بقى المحاسب لما بيبقى غلطان في أي حاجة أو غلطان في أي شيت أو غلطان في أي معلومات هو كاتبها، سهل قوي يعدل بس قيمة المعلومة الغلط، مش يغير كل حاجة. ومن هنا نشأت كلمة الاي تي. اي تي اختصارها انفورميشن تكنولوجي، يعني هو علم أي حاجة تخص الكمبيوتر، هو علم اي حاجه تخص المعلومات ولكن بشكل تكنولوجي. فزمان كان المحاسب المعلومات بتاعته كانت في شكل الدفتر ده، اما دلوقتي المعلومات بتاعته دخلت فين؟ في الكمبيوتر، وبقى بيعدلها وبيضيفها فين؟ على الكمبيوتر. عشان كده اسمه انفورميشن تكنولوجي اي تي. يعني لو حد بيصلح الكمبيوتر فهو تبع مجال الاي تي، لو حد بيعمل الشبكه بين الموظفين في الشركه فهو برضه تبع مجال الاي تي، لو حد بيحمي الملفات بتاعتك من السرقه او من ان هي تبوظ فهو برضه تبع مجال الاي تي. طب حد بيصمم لك برنامج، حد بيصمم لك موقع علشان يسهل على الموظفين اضافه وتعديل المعلومات دي، فهو برضه تبع مجال الاي تي. مجال الاي تي مجال واسع جدا ومجالاته كتير جدا. تعال نتكلم عن اهم او اكبر 3 مجالات موجودين في مجال الاي تي عموما، واختار انهي مجال فيهم بالظبط. اول مجال طبعا انت اكيد استنتجته، وهو مجال الكمبيوتر. عايزين نعرف الكمبيوتر بيشتغل ازاي، مصمم من ايه، مكون من ايه، ايه اغلب المشاكل اللي بتحصل، ازاي احل اغلب المشاكل دي كلها. طيب لو عايز اجيب كمبيوتر اجيبه بناء على ايه، امكانياته عامله ايه، وهكذا. ومجال الكمبيوتر عندنا بينقسم لقسمين، قسم اسمه الهاردوير وقسم اسمه السوفت وير. قسم الهاردوير ده المسؤول عن اي حاجه تقدر تلمسها او تقدر تشوفها بعينيك، زي الرامات، انك تمسك الرامه، الباور سبلاي، السي بي يو او المعالج، انك تمسك المعالج. دي حاجات كلها تقدر تشوفها بعينيك وتقدر تمسكها. عايزين بقى نعرف اغلب المشاكل وازاي اقدر اختارها وازاي اقدر اركبها وازاي اقدر افكها من الكمبيوتر بتاعي والمذر بورد طبعا والحاجات دي كلها. القسم الثاني قسم السوفت وير، وده اي حاجه ما اقدرش لا اشوفها بعينيا ولا اقدر امسكها، زي البرامج، برنامج الاكسل او برنامج الوورد، انت تعرف تمسكه، تعرف تشوفه بعينيك؟ لا، هو مجرد برنامج سوفت وير. واغلب البرامج اللي موجوده واغلب الالعاب مثلا واي حاجه عموما موجوده على الكمبيوتر ما تعرفش تمسكها بايديك اسمها سوفت وير. برضو عايزين نعرف اغلب مشاكلها وازاي نقدر نحلها، ازاي نقدر نصممها، ازاي نقدر نخليها تساعدنا ان احنا نأدي الشغل بتاعنا في الشركه او في البيت حتى بشكل ابسط وبشكل احسن. فمجال الكمبيوتر عموما هو مجال انك تصلح جهاز الكمبيوتر بشكل عام، سواء بقى كان هاردوير او سوفت وير. والوظيفه دي اسمها هيلب ديسك او تكنيكال سبورت، او في كمان اي تي سبيشاليست لو انت راجل خبره واقدم او اكبر من الوظيفتين اللي فاتوا دول. فلو شفت اي حد شغال واسمه كده اي تي هيلب ديسك او اي تي تكنيكال سبورت او اي تي سبيشاليست، اعرف على طول ان وظيفته ايه، هو اللي بيصلح الكمبيوتر سواء كان هاردوير او سوفت وير. المجال الثاني اللي معانا الا وهو مجال الشبكات. مجال الشبكات ده بقى كبير جدا، برضو منقسم لقسمين. اول جزء التصميم او الديزاين، ان انت ازاي تعمل تصميم للشبكه بتاعت الشركه بتاعتك علشان تظبط فيها الاجهزه، بحيث انك توصل الاجهزه دي كلها عن طريق كابلات الشبكه وعن طريق اجهزه الشبكات، زي مثلا جهاز اسمه السويتش، جهاز مثلا اسمه الراوتر، انك تخلي الاجهزه دي كلها تشوف بعض ويبعتوا لبعض فايلات بشكل بسيط وبشكل سهل. ده كده جزء ايه؟ التصميم. في بقى جزء حل المشاكل، اللي هو احنا بعد ما صممنا وبعد ما ظبطنا كل حاجه، لقيت مثلا موظف من الموظفين عايز يبعت ملف لقسم تاني او ملف في الدور الثاني مثلا ومش عارف يبعته له، في مشكله. فساعتها المختص او المهندس اللي شغال في الاي تي اللي هو تبع مجال الشبكات بيخش عشان يصلح المشكله دي، علشان يقدر يسهل عمليه التواصل بين الموظفين بكل بساطه وبكل سهوله. وبرده هتلاقي الناس اللي شغاله في المجال ده، برده هتلاقي الهيلب ديسك. يبقى الهيلب ديسك كان شغال الاول في مجال الكمبيوتر وبرده لازم يكون فاهم اساسيات الشبكات. وهتلاقي بعد كده نتورك انجينير، ده اللي مسؤول عن تصميم وعن حل المشاكل اللي موجوده ليها علاقه بالشبكات.
وطبعا هتلاقي ناس شغاله في السايبر سيكيورتي علشان يامنوا الشبكه دي من ان اي حد كده في النص يسرق الداتا دي المهمه، او يبوظ الكمبيوتر بشكل ما، او يحط فيروسات. فلازم يبقى في حد سايبر سيكيورتي بيحميني وبيامن الاجهزه بتاعتي من السرقه او من التجسس. وهتلاقي برضو واحد تاني شغال اسمه سيستم انجينير او سيستم ادمنستريتور، ده اللي بيدي الصلاحيات وبيتحكم في الاجهزه كلها اللي موجوده في الشركه عن طريق السيرفر، علشان برضو يضمن عمليه ان كل موظف يبقى ليه الصلاحيه بتاعته، بس ما يشوفش معلومات ما ينفعش يشوفها، ما يعملش حاجات ما ينفعش يعملها، عشان برضو تؤدي في الاخر ان انا احمي الداتا بتاعتي من السرقه او من النصب. وفي نفس الوقت بسهل برضو عمليه نقل البيانات بسهوله وبسلاسه بين الموظفين وبين بعضهم. ثالث واهم واخر مجال معانا وهو مجال البرمجه. وللامانه انا مش خبره قوي في مجال البرمجه، انا الحمد لله خبره في مجال الكمبيوتر اللي هو الاي تي كمبيوتر ومجال الشبكات. اما مجال البرمجه مش خبره فيه بصراحه، ولكن عندي بعض المعلومات فبرضه حابب اشاركها معاك للعلم بالشيء. مجال البرمجه هو المجال المسؤول عن ان انا بكلم الكمبيوتر عن طريق كود او عن طريق لغه كده غريبه شكلها يبان ان هو شكل معقد شويه، زيروز وانز وحاجات كده غريبه، علشان الكمبيوتر يقدر يفهمها. فانا بدي اوامر عن طريق اللغه دي او عن طريق الكود ده، بقول للكمبيوتر اعمل كذا. زي مثلا كده لما تيجي تقول لاختك في البيت او اخوك في البيت تقول له هات لي كوبايه ميه مثلا، اهو انت بتعمل كده مع الكمبيوتر، تقول له بعد اذنك شغل لي الصوره دي، بعد اذنك اجمع 1 زائد 1 وقول لي الناتج كام، بعد اذنك عدل على الملف ده، بعد اذنك ابعت الملف ده معرفش لمين، وهكذا. فانت بتعمل كود او بتعمل برنامج بينفذ لك بعض الاوامر اللي بتسهل لك انت الشغل بتاعك فين في الشركه مع الموظفين كلهم الموجودين في الشركه. هتلاقي برضو اشهر مجالات مجال الويب ومجال الابلكيشن، هو انك تعمل موقع الكتروني زي مثلا موقع امازون، موقع شي ان، المواقع دي كلها. وهتلاقي ان انت ممكن تعمل ابلكيشن زي مثلا انستا باي، زي مثلا فيسبوك، التطبيقات اللي زي كده. وهتلاقي البرمجه برضو مقسمه في المجالين دول اللي هم بتوع الويب والابلكيشن، مقسمه لجزئين، جزء اسمه الفرونت اند وجزء اسمه الباك اند. الفرونت اند عارف انت شكل الازرار كده وهي شكلها لذيذ في الموقع، تفتح الموقع مثلا تلاقي ايه شكل المنتجات وهي كده صغيره، وكل واحد كل منتج ليه الصوره بتاعته، وتقعد تعمل كده فتلاقي المنتجات كلها بتفر كده معاك وتلاقي مكتوب تحت كل منتج السعر بتاعه وهيوصل لك في خلال وقت قد ايه. ده الفرونت اند، شكل الازرار، شكل الايقونات، شكل الموقع كده لونه احمر اصفر اخضر اسود وهكذا. واشهر لغات البرمجه اللي فيه ال HTML والسي اس اس والجافا سكريبت طبعا، وفي لغات كتير قوي بس انا بقول لك اللي انا عارفه يعني. الباك اند بقى ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الجداول اللي موجود فيها كل المعلومات عن المنتجات دي. فمثلا انت بيظهر لك على الموقع ان في موبايل اسمه سامسونج A30 مثلا، انا ما اعرفش يعني، سامسونج A30 مثلا ب 5000 جنيه مثلا، ده اللي بيظهر لك انت، وشكله كده لذيذ والصوره بتاعته موجوده وسعره موجود وهيوصل لك في خلال يومين والحاجات دي كلها. ايه بقى اللي بيحصل في الخلفيه؟ بيبقى في جدول كده تبع او موجود في الشركه مكتوب فيه ان موبايل سامسونج A30 اللي ب 5000 جنيه ده في منه 50 قطعه بس. فلو انت كيوزر عادي او كمستخدم عادي فتحت الموقع وقمت دايس على كلمه اشتري الان، ايه اللي بيحصل في الخلفيه؟ الجدول اللي كان فيه 50 موبايل في الخلفيه ورا ده بيبقوا كام؟ بيبقوا 49 موبايل. وبيتبعت رساله للراجل بتاع الكاشير او الراجل بتاع الموقع بيقول له خلي بالك في واحد اسمه عمر عبد العزيز عايز الموبايل ده يتبعت له في خلال يومين. فدي عمليه بتحصل في الخلفيه، عشان كده اسمها باك اند. فاللي بيظهر للمستخدم العادي او للمتصفح العادي بيظهر له ايه؟ الفرونت اند، الشكل اللذيذ. اما ايه اللي بيحصل في الخلفيه؟ الباك اند. وبرده من اشهر الباك اند هتلاقي برده لغه اسمها ماي سيكوال، في سيرفر كامل اسمه سيكوال سيرفر، ده برده مسؤول عن اداره الجداول والبيانات اللي بتحصل فين؟ في الخلفيه دي. ده ببساطه مجال الاي تي عباره عن ايه، واشهر 3 اقسام او اشهر 3 مجالات في الاي تي عباره عن ايه، وشرحنا بقى كل واحد فيهم بيتكلم عن ايه. علشان بقى تشتغل في مجال الاي تي لازم تبدا الاول باول سلمه وهي الاي تي هيلب ديسك. وعشان ما تتوهش وتروح كتير وتلف في مصادر وتشوف كورسات كتير على اليوتيوب وتلاقي ده برأي وده برأي وده برأي وهكذا، انا سهلت عليك الموضوع وريحتك. انا شفت اكتر من 50 اعلان على لينكد ان وعرفت الشركات والسوق محتاج ايه بالظبط، وعملت كورس كامل اسمه دبلومه الاي تي هيلب ديسك، فيها كل الحاجات اللي انت محتاجها عن اساسيات الكمبيوتر واساسيات الشبكات واساسيات السكيورتي، وكمان اشهر المشاكل اليوميه اللي هتقابلك وانت شغال كاي تي هيلب ديسك في الشركه كل يوم. فيديوهات مسجله تقدر تشوفها في اي وقت وفي اي مكان، وهتابع معاك على طول علشان اتاكد انك فاهم وانك عندك كمان الخبره علشان تقدر تشتغل في اسرع وقت. بمجرد ما تخلص الدبلومه دي تقدر تكلمني وتحجز، هتلاقي الرقم هنا اهو. ولو عندك اي سؤال في مجال الاي تي ابعتولي في الكومنتات وهرد عليك في الفيديوهات اللي جايه. اتمنى اكون فدتك. ما تنساش تصلي على النبي. سلام.